مثلا كنا حكينا عن الحصان الاسود بالبطوله، لا طرابلس الحصان الابيض بالبطوله قدم كل شيء بكره القدم Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. مثل ما عم تشوف معنا يعني المدينة كلها فرحت. يعني أنا اللي استغربته إنه كان في عيال أكثر من الشباب وكان في عيال امهات. طرابلس كلها كانت موجوده انا بعتقد، وهذا الشيء اعطانا مسؤوليه كبيره للموسم الجاي والمواسم القادمه. وان شاء الله نحن بنكون على قد المسؤوليه، على قد مسؤوليه هالجمهور وهالناس نفرحها. نحن عملنا شيء يمكن بكره القدم بمدينه طرابلس، رجعنا ان طرابلس مش مهمشه، عندها شيء. نادي الزهره بطل كرة الطائرة، نادي الاجتماعي كمان طلع على الدرجة الأولى، ونادي طرابلس أحرز لقب كأس لبنان للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على النجم بهدفين لهدف في المباراة الحاشدة التي استضافها ملعب صيدا البلدي. دقيقة 75 هدف التقدم أخيرا للنجمي عن طريق أحمد مغربي. هدف التقدم أخيرا للنجمي عن طريق أحمد مغربي بكرة غيرت اتجاهها بعد ما استطاع صيدا وتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة. سيطر النجمويون على شوطها الأول وتقدموا بهدفين لأحمد مغربي عند الدقيقة 11، وصيدا وتعادل معه بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة. سيطر النجمويون على شوطها الأول وتقدموا بهدفين لأحمد مغربي عند الدقيقة 11. طرابلس برد الغاني دوغلاس بمرر لأحمد مغربي يلي بيسدد وبيسجل هدف التعادل 1-1. أصبحت النتيجة طرابلس برد الغاني دوغلاس بمرر لأحمد مغربي يلي بيسدد وبيسجل هدف التعادل 1-1. أصبحت النتيجة. طرابلس خطر بالهجوم. طرابلس أي لاعب عم يستلم الكرة عند طرابلس ممكن يكون خطر. مع أكرم مغربي ممكن يضاعف النتيجة، إنما لاري مهنا الإنجاز. لاري مهنا على الإنجاز رائع جدا يا لاري مهنا بالكرة أخيرا. دوغلاس كروما عم يضيع على باب المرمى. كرة جميلة جدا. شو هالمباراة المجنونة وشو هالهجوم يلي عنده اياه فريق طرابلس. عم بنشوف بالإعادة الرأسية من أحمد ياسين، اللمسة الرائعة من أحمد وبتفاهم الأشقاء إلى أكرم مغربي، وكرة أكرم يلي سدها لاري مهنا. وخلف الركلة الحرة الطرابلسية، أحمد بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء على رأسه لكروما. جول مرة جديدة وجه أسمر عم يضرب المرمى الأخضر. دوغلاس كروما هالمرة هو يلي عم بيسجل برأسه بمرميلة لاري مهنا. مرة جديدة الغانيين عم يوجعوا الأنصاريين. دوغلاس كروما هو يلي عم بيسجل الهدف الثاني، وبأي طريقة برأسية لبل بقذيفة بشباكه للاري مهنا. الكرة كانت من أحمد مغربي، رح تشوفوها بالإعادة، وفرحت جمهور طرابلس من عاصمة الشمال إلى الجبل إلى بحمدون. وصلوا تيتابعوا طرابلس مثل ما تابع دوغلاس الرأسية بمرمى لاري مهنا. هدف صعب إنما هدف جميل، هدف ثمين. طرابلس مرة جديدة على الخط الصحيح، مرة جديدة طرابلس على الطريق الصحيح، مرة جديدة باتجاه مسرح المباراة النهائية. أحمد مغربي بالتمريرة العرضية بالركلة الحرة العرضية، ودوغلاس بالرأسية داخل الشباك الأنصارية. طرابلس 2 الأنصار 1. الأمور أصبحت أصعب وأصعب على الفريق الأخضر يلي فجأة يا محمود لقى حاله متأخر بهدفين بعد ما كان تقدم بالمباراة مع دوغلاس أمام فرصة مضاعفة النتيجة. دوغلاس التسديد من يدي لاري مهنا. شو عم بيصير على ملعب بحمدون؟ طرابلس
طرابلس كشف عن وجهه الهجومي الحقيقي وسجل بمرمى الأنصار مرتين. الأنصار مطالب بالرد السريع قبل 7 دقائق على نهاية الشوط الأول. مباراة طرابلس النجمة نسخة طبق الأصل، يعني أحمد مغربي نفذ الركلة الثابتة بوقت مصطفى الأصعى، وكأنه دوغلاس يعني فعلا نسخة طبق الأصل. دوغلاس قدر يسجل بنفس طريقته لمصطفى الأصعى لا يعلن أول أهداف المباراة. واضح تماما أنه طرابلس متدربين كتير منيح على هيك كرات، على الكرات الثابتة، على التمركز بين اللاعبين. على كل حال المباراة رح تستكمل بالوقت يلي فيه ركلة حرة. أحمد مغربي بيلعب الكرة إلى داخل منطقة جزاء، جول. المغربي عم ينهي المباراة. كرة من أحمد إلى أكرم يلي كان كريم وسجل برأسه إلى يساره أو إلى يمينه للاري مهنا. سجل إلى يمينه للاري مهنا وأنهى المباراة وقضى على المباراة وقضى على أمال الأنصار على ما يبدو بالعبور إلى المباراة النهائية. الرقم 14 إلى الرقم 13 وثالث أهداف طرابلس في المباراة. شوفوا أحمد مغربي، شوفوا أكرم مغربي، وينه لاري مهنا؟ منه موجود اليوم بالمباراة. لاري مهنا مرة جديد الشباك عم تهتز، شباك الأنصار عم تهتز، مرمى لاري مهنا عم يهتز. يسأل حارس الأنصار على اللي عم بيصير حاليا بفريقه أيضا مرة جديد. لما شاف هذا السلام يمكن الكرة أصبحت بعيدة عن متناول لاعبي طرابلس. صحيح، كانت الأمور مختلفة الوقت. هناك رأسية مصطفى الأصعى. مصطفى الأصعى هو اللي عم يفتتح التسجيل لنادي طرابلس بملعب طرابلس امام جمهور طرابلس الكبير. مصطفى الأصعى عم بيفجر المدرجات، عم يعلن عن اول اهداف المباراة بعد كرة ثابتة. حدثت انه ممكن الكرات الثابتة تكون الحل بالنسبة لواحد من الفريقين، وفعلا هالامر كان عم يحصل على ملعب طرابلس. الكرة الثابتة كانت عم تتنفذ. رح نشوف بالاعادة مصطفى الأصعى عم يفرح على طريقته، فرح جدا مصطفى الأصعى، عم بيسجل هدف التقدم تحت انظاره لتيو بوكير، تحت انظاره للثعلب الالماني، تحت انظاره لمدرب النجمه. اصبحت المشكله كبيره اليوم بملعب طرابلس، اصبحت فعلا. نشوف بالاعاده الكره تنفذت وشوفوا يعني لوحده امر غير ابدا يعني غير المتقدم من الخلف. النجم حاليا مطالب بالتعادل. شوفوا ملا جول فعلا. مصطفى الأسعى كرة رائعة عم تلعب داخل المنطقة، رأسيته داخل الشباك.